السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحشني قوي يا ولاد والله العظيم. النهارده بقى كده ايه؟ يعني طلبوا مني كده والله الساعة يجي لها 9 بالليل كده ولا 10، قومي اعملي لنا دلوقتي صينية كيكة. انا كنت عملت معاكم قبل كده صينية كيكة اللي هي بالدقيق الذرة، دي بقى اللي هي الدقيق العادي. تمام. اقسم بالله يعني الحاجه لما بتيجي فجاه كده تبقى طعمها جميل قوي. هقول لكم بقى المقادير بقى، انا مرضتش اسرع الفيديو عشان ايه، هقول لكم المقادير كده ايه واحده واحده كده وخطوه خطوه مع بعض. الصينيه اللي انا عملت فيها ديت ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. عملت فيها طلب بيضاء. تمام. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اهم حاجه يا حبايب قلبي اللي يخش، حبايب قلبي اللي هيدخلوا الفيديو دلوقتي ما تنسوش تعملوا لي لايك، واللي ما اشتركش في القناه فضلا وليس امرا يشترك، وتفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله باذن الله يوصلكم مني كل جديد. وبشكر كل اللي دخلوا صل اشتركوا على لي محمد. في القناه جديد. رب الله العظيم بشكرهم أوي أوي أوي، ربنا يكبر بخاطرهم زي ما جبر خاطري. وانا بستنى والله العظيم اليوم اللي يعني اللي بنزل فيه فيديو، عشان خاطر ايه اشوف تعليقاتكم الجميله اللي بتحفزني وبتديني طاقه ان انا اقوم ايه يعني اتحفز كده واعمل فيديوهات. ربنا يا رب يخليكم ليا وانتوا عيلتي التانية والله العظيم. هنا بقى انا حطيت البيض مع كيسين فانيليا. ماشي، عشان طبعا انتوا عارفين ان البيض مع الفانيليا، الفانيليا بتشيل ايه الزفاره اللي في البيض. تمام كده لغايه هنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهحط بقى كوبايه زيت، لان الكيكه اللي هي العاديه ديت بايه بتحب الزيت شويه يعني، عشان تبقى طريه كده وحلو. وهنا بقى كوبايتين سكر حسب طبعا الرغبه، يعني حسب ما انت عايزه، تحبيها مسكره او بتحبها مظبوطه زي ما انت عايزه. هما الكوبايتين السكر دولت المجين دولت بصراحه مظبوطه كده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هنا بقى انا ايه بضرب السكر بقى حلو يعني كويس قوي مع البيض ومع الفانيليا. ماشي. خلي بالكوا النقط اللي على الرخامة دي عشان انا يوم ما كنت ببيض المطبخ خليت اللي كان بيبيض عملها لي ايه. اللهم صل على سيدنا محمد. عمل دهنها وقعد يقول لي هتقشر، قلت له مش مشكله بس دهنها وخلاص. وفعلا قشرت. اللقطه اللي فاتت دي بقى كانت نورة جايه تعدي كده قامت دايسه على السلك بتاع اللينج لاين اللي انا عاملاه. لا حول ولا قوة الا بالله. انا ما رضيتش اسرع الفيديو عشان خاطر ايه تشوف الطريقة واحدة واحدة كده وتجربيها. هنا بقى احط كوبايتين ماريندا. الماريندا بصراحة بتخلي طعمها جميل قوي. دي التانية اهيت. هضربهم بردك مع بعض كده، كل المواد السائلة دي بضربها كلها مع بعضها. كمان كوباية يبقى 3 كوبايات ماريندا. تمام. هنضربهم بقى مع بعض بردك كده عشان ايه الخليط كله كده يندمج مع بعضه. ودي اهم خطوة يا ولاد، ان انتوا يعني تضربوهم كويس في الخلاط عشان السكر طبعا يدوب قوي والمكونات كلها كده تخش في بعضها. اضربهم كمان ضربة كده ولا حاجة. صلوا على النبي كده يا ولاد واذكروا الله كتير، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وادعوا كده لاخواتنا كده المستضعفين، ادعوا لهم ربنا يا رب يفك كربهم ويفرح قلبهم يا رب ويكبر بخاطرهم كده يا رب. والله احنا في نعمة يا ولاد والله العظيم. والله اللي احنا فيه ده نعمة. الحمد لله. الحمد لله ان انتوا قاعدين فوق مع بعض وعيالكوا جنبكوا وازواجكوا جنبكوا وعيلتكوا كلها جنبكوا. الحمد لله على اللي احنا فيه. هنا بقى انا كنت نسيت احط معلقه خل، هحط معلقه خل وهضربهم كمان مره بس. الخل يا ولاد بقى بيخليها كده هشه بيخلي الخليط يعني ايه فاتح كده وحلو. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله ما اعرف انا رحت اجيب ايه. كنت
كنت بجيب المنخل دوت عشان ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، احط الدقيق. يعني ايه الدقيق لازم تنخليه حلو عشان خاطر ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، الهوا يخش فيها كده وتبقى ايه، مش ما تبقاش مكتومة. فلازم ان انتي تنخلي الدقيق حتى لو هو نضيف انخليه. كده انا نخلته حلو اهوت. هفضيه بقى في البولة دي تاني عشان ايه اوريكم انا هحط كام كوباية دقيق. طبعا يا ولاد الواحد بيبقى غسل ايده قبل ما يعمل اي حاجة من الحاجات اللي احنا بنعملها دي. بصوا بقى الخليط الفوم اللي فيه بقى، بصوا جميل وبصوا يعني داخل فيه هوا جامد كده منك ايه عاملاه في الخلاط. هنا بقى انا هحط تقريبا كده ايه 4 كوبايات ونص دقيق في الاول. ماشي، انتي بتحطي طبعا حسب الصينيه اللي انتي هتعملي فيها. كده 2 هما دول صلي على عليه الصلاة محمد. والسلام. دول حوالي 4 كوبايات ونص. بقى عليا داخل عليا برد يا ولاد. حوالي 4 ونص، بس انا هحتاج تاني بردك لان الخليط هيبقى خفيف شوية، فانا هحتاج تاني. هنا بقى دولت كيس ونص كيك شيف. بصوا احسن من بالبيكنج باودر. بصوا اللي هو الاخضر ده جميل وبيخلي الكيكه بصراحه هشه وجميله وايه وحجمها حلو. وهنا بقى ايه شويه ملح صغيرين كده، وتقلبي بقى كل المكونات دي كلها مع بعضها بالمضرب بقى او في الخلاط، او لو عندك اللي هو اللي اسمه الهاند بريندر دوت. انا بقى صراحه بعمل الكيكه بتاعتي كلها بالمضرب اللي على قد ده. على فكره اقسم بالله انا بعمل الكيكه ديت يعني ما بعملش المقادير. انا بصوا بعملها كده ايه يعني كده يعني بسيبها على ربنا كده، وبعمل بحط كده الدقيق والحاجه كلها مع بعضها كده وبتطلع اقسم بالله جميله. بس انا عشان بصور بقى وكده فانا ايه، فعشان كده بقول لكم يعني بعملها بمقادير. انما انا بعملها كده بركه ربنا طبعا فوق اي حاجه. بصي هي كده خفيفه شويه ماشي. فانا هجيب كوبايه اهيت واحط ايه نصها، يعني هيبقى بالظبط 5 كوبايات دقيق من اللي هو المج اللي انتوا شايفينه ده. مش هحط ده كله، انا هحط بس شويه وخلاص. هو ده بقى القوام بتاعها اللي هو المظبوط. وطبعا برضك الزيت بيديها لمعه، فاحنا عشان كده ايه بنحط زيت ايه في الكيكه دي. هندخل بقى المكونات كده كلها مع بعضها. ونفس الصينيه اللي انا كنت عامله فيها الكيكه اللي هي بتدي الذره، هي نفس الصينيه اللي انا هعمل فيها دلوقتي. بصوا بقى هو القوام بتاعها كده بتبقى خفيفه شويه عن القوام اللي هو بتاع الايه اللي هي دي الذره دي. هي دي الصينيه اهيت. بصوا بقى الخليط وهو نازل كده في الصينيه، يعني ولا هو تقيل ولا هو خفيف، مظبوط. بصوا هو ده القوام بتاعها بقى. اقسم بالله كانت صينيه كيكه جميله 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 مع كوبايه شاي بقى كده بالليل وانت قاعده كده. ويلا بقى ننتغ بقى. وبصوا ان شاء الله في الشتاء ده بصوا هنتخن تخن السنين. الشتاء اصلا بيحب الاكل، يعني اللي عايزه تعمل رجيم تبعد عن الشتاء خالص. والله احنا ما نافع معانا ولا رجيم ولا نافع معانا حاجه. ربنا يدينا الصحه بس يا ولاد كده، ونقدر نخدم عيالنا ونقدر نخدم بيتنا كده، ما يحوجناش لحد. اهي بصوا بقى هي كده الصينيه اهيت بعد ما خلصت. شوفوها بقى لما تخرج كده من الفرن، بصوا جميله. بصوا بقى القشر الرخامة قشرت ازاي شكلها. بصوا بقى الكيكة جميلة اقسم بالله، واللمعة اللي فيها كانت طعمها جميل اوي والله العظيم بقى، مع كوباية لبن او مع كوباية شاي جميلة. لو وصلتوا لغاية هنا يا حبايب قلبي ما تنسوش بدعوة حلوة كده من قلبكم،
واللي ما اشتركش في القناة فضلا وليس امر ان يشترك، واللي اشترك لي كتر الف خيره. وربنا يديمكم يا رب كده في حياتي ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله باذن الله انا عارفه واثقه ان ربنا جعلكم سبب ليا، وان شاء الله القناه تكبر بكم باذن الله. ويكون الفيديو بتاعي ده النهارده يا حبايب قلبي يا رب لو هو عجبكم ما تنسوش تدعولي دعوه حلوه اللهم صل على سيدنا محمد. وتكتبوا لي في التعليق ايه رايكم، وجربوها وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. بصوا الحته عامله ازاي، قوامها جميل يعني، ولا تخينه او ولا ايه رقيقه او حلوه. ايه رايكم بقى؟ جميله والله عظيم يعني. بص الحاجه اللي تيجي فجاه دي بتبقى بص ملهاش حل. ايه اتفضلوا معانا بقى يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.